السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. انا سارة ودي قناتي. حبيت اشارككم تجربتي في الفيزياء وازاي انا لميت المتراكم في خلال يومين. يعني لميت حوالي فصل يعني يحتوي 4 دروس في يومين. يعني خدت في اليوم الاول درسين واليوم التاني درسين، بس فرمت الفصل ده. اولا انا حابة ان الفترة دي انزل لكم فيديوهات كتيرة، والسلسلة دي هتكون بعنوان هتوصل بس عافر، وده الفيديو الاول في السلسلة. ولو عجبكم محتوى السلسلة دي ما تنسوش تقولوا رأيكم تحت في الكومنتات، هستنى رأيكم وهل فعلا السلسلة دي هتفيدكم ولا لا. تمام. لان انا الفترة الجاية حابة اني انزل لكم بقية السلسلة دي، وهنزلها لكم ان شاء الله على اجزاء. انا ان شاء الله معاكم لحد ما تزهقوا مني، ولحد ما توصلوا لهدفكم وتحققوا احلامكم. فانا ان شاء الله السلسله دي هتطول معانا شويه، بس ان شاء الله هتكون مفيده ليكم. ومعظم الاسئله اللي اي طالب بيقولها واللي هي بتشتته ودايما بيفكر فيها. طيب ايه هي الاسئله دي؟ ازاي اذاكر فيزياء صح؟ ازاي اجيب فيها درجات عاليه؟ طيب انا ما بداتش فيزياء من اول السنه، هل هلحق اذاكر في اسبوعين؟ طيب وهقدر ولا لا؟ حابة اقول لكم وجوابي على سؤالكم ده انكم هتقدروا وهتكملوا، بس انتوا اهم حاجة يكون عندكم النية، انك خلاص قررتي انك هتبدأ تذاكر وهتبدأ جد، وانك هتعمل اللي عليك وهتسيب الباقي على ربنا. يبقى الخطوة الاولى كده يا حبايبي انك انت تتوكل على الله ويكون عندك النية. تاني خطوة بقى والاهم ان احنا لازم نعمل مخطط دراسي لجدول الفيزياء. ازاي مخطط دراسي؟ اولا ان احنا هنقسم الفيزياء على ايام. تمام. لو منهج الفيزياء كله هنقسمه على الايام اللي باقية معانا. تمام. يعني مثلا لو عندنا 6 دروس في الفيزياء، هنقسم مثلا كل يوم درسين مثلا او 3، على حسب ما انت هتقدر هتكمل هتاخد درسين ولا 3 في اليوم. وكمان يا حبايبي ما تنسوش برضو انكم انتوا لما تيجوا تراجعوا المواد، يعني متاخدوش من مادة واحدة وتمسكوها هي طول اليوم، لانكم انتوا كده هتزهقوا منها وهتملوا، وبالتالي هتراكموا عليكم المواد التانية. فاحنا ليه ما نقسمش ونعمل جدول دراسي؟ يعني النهاردة مثلا هذاكر درسين فيزياء، تمام، يبقى هاخد مثلا جنبها مادة كمان، مثلا الكيمياء مثلا او العربي مادة. خليكم في الوسط، يعني خدوا مثلا مادة علمية واهتموا دايما باللغة، لان اللغة يعني سهل جدا انك انت تجمع فيها درجات كتير، وكمان هي تراكمية. فابدأ انك انت من الوقت انك انت تبدأ تهتم باللغة. ازاي هتهتم برضو باللغة؟ اللي هو خليها مش موضوعنا النهاردة، بس هيبقى اقول لكم ان شاء الله في فيديو غيره. تمام. يبقى نعيد الخطوات تاني. يبقى اول خطوة النية والتوكل على الله. تاني خطة انك انت توضع خطة او جدول دراسي لدراسة الفيزياء او اي مادة اخرى. تالت خطوة بقى يا جماعة والاهم برضك انك انت لازم تسمع شرح. يعني ايه هسمع شرح؟ يعني هتسمع شرح من على اليوتيوب، او مثلا تستعيد بمدرسك اللي هو بيشرح لك. لو في معلومة ولا حاجة واقفة انك انت مش عارف تفهمها مع نفسك، حاول انك انت تفتح اليوتيوب وتشوف المعلومة دي بتتشرح ازاي، وانك انت بعدين تشرحها لنفسك. ودايما الفيزياء يا جماعة يعني مبنية على انك انت دايما بتشرح لنفسك. يعني بتقرأ الصفحات وبعد كده بتبدأ انك انت تشرح لنفسك وتتخيل الحاجة دي في دماغك. كل ما هترسمها في دماغك او تعمل مخطط لدماغك في الفيزياء، هتبدأ انك انت تتذكرها بسهولة، وان دايما الفيزياء والقوانين بتاعتها هتثبت في دماغك. يبقى تاني هي خطوة قلنا. يبقى اول خطوة التوكل على الله، تاني خطوة اللي هو المخطط، تالت خطوة انك انت تشوف شرح او تحاول انك انت تشرح لنفسك، او تحاول انك انت لو في معلومة او حاجة انت ما انتش فاهمها تشوف مدرسك وهو هيحاول وهيشرحها لك. تمام. لما نسمع الشرح سواء على اليوتيوب
او انت شرحت لنفسك او انت استعدت بمدرسك. هنبدأ ان احنا نمسك الكتاب ونقرأه صفحة صفحة. طيب هنحفظ؟ لا مش هنحفظ، لان انا مش بحب فكرة انك انت تحفظ المواد العلمية، لان المواد العلمية بالذات يعني عايزة فهم عالي ومش عايزة الحفظ، لان الحفظ الكتير ده مش هيفيدك، الفهم بس هو اللي هيفيدك. فانت تحاول انك انت بعد ما تفهم الشرح تقرأ الصفحات، وتحاول انك انت ترسمهم في دماغك وتعمل مخطط في دماغك وتتذكر القوانين او تعمل جدول للقوانين كده في صفحة واحدة كده او صفحتين للمنهج، وتجمع كل القانون بتاع الدرس في مخطط صغير كده عشان تستعد بيه لما تيجي تحل. طيب بعد ما فهمنا وبعد ما قرأنا الدرس هنعمل ايه؟ هنمسك الكتاب ونحل سؤال سؤال. طيب طريقة الحل ازاي؟ لما تيجي تحل اي سؤال في الفيزياء حاول انك انت تطلع المعطيات الاول، وبعد كده تشوف هو طالب ايه. طب المطلوب ده موجود ولا مش موجود؟ طيب لو موجود هتبدأ انك انت تعوض بالقانون عادي، لو مش موجود اكيد في سؤال بس لافف، واكيد ان هو ليه قانون برضو بس هتعوض عنه بكذا قانون علشان تجيب السؤال ده. طيب في اسئلة لو وقفت عندك او انت ما انتش عارف تحلها، حاول انك انت برضو تروح لمدرسك او تجيبها من على اليوتيوب، او تشوف مصدر حد ان هو يشرحها لك او هو يفهمها لك هي جت ازاي. لو انت ما انتش فاهم ما تحاولش انك انت تحل على طول كده وتنجز وتقول انك انت كده حليت، لا، حاول انك انت تفهم كل سؤال ماشي ازاي وكل سؤال اتحل ازاي وطريقته ازاي. يبقى دي رابع خطوة ولا خامس خطوة. تمام. سادس خطوة بقى، وهي في اليوم التاني هنعمل نفس الخطوات، ولكن في حاجة بقى هنزود ايه؟ هنزود نص ساعة من وقتنا او ربع ساعة من وقتنا، ونحاول ان احنا نقرأ الدرس مرتين كمان وبس كده. تمام. حابة انكم هتوصلوا دايما، بس خلي عندكم يقين بالله، دايما انكم هتوصلوا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنسوش اللايك وتدعموا القناة، ولو عجبتكم السلسلة ديت ما تنسوش برضو تقولوا تحت في الكومنتات ان عجبتكم وان انا اكمل في السلسلة دي، وان شاء الله الايام اللي جاية هتكون احلى. سلام.